طيب تتوقع كده ممكن تاكل ايه 100 جنيه لو انت طالب جامعه في شارع سوتر؟ هو المفروض المره دي التحدي يبان سهل لان انت برضو جنب جامعه، في طلاب كتير، فلوس مش ياما، في مطاعم برضو ياما هنا. خلينا نبدا اول حاجه بقى بالغدا، وطبعا ما ينفعش تبقى انت في سوتر ما تاكلش غير من مكان واحد بس معروف كلكم عارفينه، وهو مطعم هريدي. يعني بصوا يا جدعان الاسعار عامله ازاي. وكده استلمنا اول حاجه وهو الكريب، 60 جنيه اتصرفوا، متبقي معانا 40 جنيه من ال100. فالمفروض بقى نجيب المشروب والحلو، فنبدا بقى بالمشروب. ففي عربيه بتعمل عصير ما جربتهاش قبل كده، بس هو بيبقى عليها زحمه دايما. تعالوا نجرب نشتري اي حاجه. ماشي اتفضل. تسلم. تاني حاجه بقى اشتريناها، يلا بينا نجيب الحلو بسعر 25 جنيه. هو مكان واحد بس انا ده بحب اكل من عنده الصراحه جدا، وهو مطعم فانتويتش. قد وصلنا بالسلامة، الحمد لله نجحنا ان احنا نجيب كل حاجة، ولسه كمان معانا متبقي 5 جنيه. فاحنا نبدأ أول حاجة بالكريب من هريدي. يعني هم قفشوني هناك بصور وبتاع الصراحة، فعملوا لي وش بيتزا ده قد وش. حلو ومخدوم، العجينه الصراحه حلوه قوي، كميه الجبنات والحشو اللي في القلب ياما قوي 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 قوي. يمكن كواليتي البرجر مش احسن حاجه الصراحه، ما اطلبوش ستريبس مثلا او شاورما هيبقى اجمل بكتير. حلوه ومخدومه، وبالنسبه لسعرها مجرمه قوي. هنخش بقى ايه على الحلو يا جدعان. الطبق ده سعره 20 جنيه. يا نهار ابيض يا فانتويتش، وحشني قوي ايام ما كان السندوتشات دي موضه. بص يعني كواليتي الشوكولاته حلوه، في اوريو وفي زداني بتاع، يا لهوي خطير قوي ده. ده احلى حاجه انا جربتها النهارده.